اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسع المهندس جهله. النهارده هتكلم عليكم على مصطلح دايما ليه تعريف مختلفه، هو مصطلح الكواليتي او مصطلح الجوده. الجوده ليها تاريخ وليها اجيال. عندنا في البدايه خالص الجوده دي كانت عباره عن حاجه اسمها انسبكشن، ان احنا بنخلي فيه عامل او فيه شخص، الشخص دوت بيشوف البرودكت هل هو سليم يعديه او فيه مشكله يرجعه تاني سكراب او اعاده تشغيل. بعد كده بداوا يفكروا في حاجه اسمها statistical tool، يعني يحط اداه او تول احصائيه عشان تقول له في مشكله ولا لا. يسموها الكنترول تشارت. وظهر حاجه اسمها الكواليتي كنترول اللي هي التحكم في الجوده، بمعنى ان لو في مشكله او في معيوب احنا بنقدر نكتشف. كواليتي كنترول هي بتاتاك المعيوب في البرودكت، والهدف منها ان انا اطلع اقل كميه معيوبه في البرودكشن بتاعي. بعديها بداوا يفكروا ليه ما يعملوش الجوده دي على البروسيس كلها، فعملوا حاجه اسمها الكواليتي اشورنس او ضمان الجوده. الكواليتي اشورنس هي مختلفه عن الكواليتي كنترول، ان الكواليتي كنترول بتكون بعد المنتج ما يخلص، يعني بعد المنتج ما يطلع انا بتشيك عليه اشوف المنتج ده سليم ولا لا. فممكن تقول ان الكواليتي كنترول هي رياكتيف تكنيك، اما الكواليتي اشورنس هي برو اكتيف تكنيك. يعني الكواليتي اشورنس هي تفكير استباقي، بيحاول بقدر الامكان يعرف او يشوف البروسيس بتاعته هل هي مطابقه لمعايير معينه او ستاندرز معينه او ريكوايرمنت معينه، فدي احنا بنسميها كواليتي اشورنس. فالكواليتي اشورنس هي برو اكتيف تكنيك، لكن الكواليتي كنترول دي ري اكتيف تكنيك، لانها بتكون على البرودكت وبعد ما البرودكت ينتهي. الكواليتي اشورنس دي بتكون على البروسيس وبتكون قبل ما نطلع اصلا المنتج. بعديها قالوا طب ما احنا نخلي كل الناس تشترك في الجوده، والجوده دي مسؤوليه الجميع، فعملوا حاجه اسمها التوتال كواليتي او التي كيو ام، التوتال كواليتي مانجمنت، اللي هي بيخلطوا فيها الكواليتي كنترول مع الكواليتي اشورنس، وبيعتبر ان الجوده هي مسؤوليه الجميع. فلو انت حبيت تفكر في اجيال الكواليتي او اجيال الجوده هتبقى عباره عن سلم، اكنك بتطلع سلم بالظبط. بدا اول حاجه بالانسبكشن، بعد كده الكواليتي كنترول، بعد كده الكواليتي اشورنس، بعد كده التوتال كواليتي مانجمنت. لو في الفيديو دوت عرفت ايه الفرق بين انواع الكواليتي واستفدت معلومه جديده، اعمل لنا لايك واعمل لنا شير. ولو انت عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتس، ولو في موضوع في دماغك انت حابب ان احنا نتكلم فيه في الفيديوهات الجايه اكتبوا لنا في الكومنتس. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله.